حكايتك مع التفحيط؟ لا هو شوف، بيقولوا ان فيصل عيسى كان هيتسجن بسبب التفحيط. لا هو شوف، طبعا هذه في اول جزء احنا كان عندنا مشكله في التفحيط، انتشار يعني ظاهره التفحيط بشكل كبير، وكان وقتها ما في يعني عقوبات صارمه. هذا كلام اكلمك قبل 5 سنين بدايه المسلسل. فانا دوري كشاب ابغى يعني اجيب حلول، وفي النهايه اقنع الشباب فيها، مش حلول يعني تكون مثلا تقنع الكبير والصغير ما تقنع. لا، انا ابغى الشاب يقتنع انه انا قاعد اقدم حاجه كويسه. فسوينا حلقه صورناها في قلب الحدث، يعني رحنا لشارع في تفحيط وعشنا الحدث بالواقع يعني. فكان معانا تصوير وكان معانا كل شيء، لكن وقتها طبعا الاماكن هذه يكون فيها مباحث، فيها يعني مرور سري. فلما شافوا الكاميرات وكذا وهذا، بكره كلموني قالوا معك المباحث، نبغاك تجينا تزورنا يعني في المرور. قلت لي ايش في يعني ان شاء الله خير كذا. قالوا لا تعال مرنا وكذا. طبعا رحت انا المرور، انا يعني تكلمت معاهم انه احنا يعني نبغى نساعدكم ونعالج هذه القضيه علشان نكون قريب من الشباب. جبنا نفس الاجواء حقتهم، رحنا المكان اللي هم يمارسوا فيه التفحيط. ففي النهايه هو عمل درامي ومكمل دوركم يخدمكم كذا، وهذا تفهم الموضوع. وبالعكس يعني كنت حنسجل، لكن الحمد لله يعني الموضوع يعني كانوا متفاهمين والحل الموضوع. والحلقه هذه برضو بعد ما انعرضت توقف المسلسل، يعني برضو كانت مشكله ثانيه لها تاثير كبير. فالحمد لله بعد ما انعرضت وتوقف المسلسل برضو كلمت مع الوزير الاعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة، وكان جدا متفهم. قلت له يعني احنا كنا عاملين في الحلقه والشباب يفحطوا، ففي الاخير يدخلوا السجن فيجي عباره احلى فيتامين واو يعني الواسطه، ويطلعون يكملوا التفحيط، تنتهي الحلقه من التفحيط مستمر. يعني احنا قاعدين نبغى نوصل نسوي عقوبه الشاب يعني ما يخاف ممكن من الموت بعض الاحيان. يعني مراهق ممكن يموت خويه وبكره يروح يمارس التفحيط، لكن يخاف من العقوبه. العقوبه لما تكون قويه يخاف منها. فقال لي بالعكس فكرتكم جميله، وبكره يعني اليوم يرجع المسلسل. فعلا توقف يوم ورجع. كانت يعني هذه يعني من الاشياء اللي دعمت المسلسل، لانه لما توقف العمل الناس قالت ايش قصته هذا المسلسل، ليش توقف كمسلسل جديد. فصارت الناس تسال ايش المسلسل هذا اللي توقف ورجع. رجعوا مع الوزير الاعلام وصارت المتابعه اكثر. يعني كانت خير علينا والحمد لله. يعني كانت من الاشياء اللي دعمتنا يعني. جميل.